اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو باحسن الاحوال. كما عودتكم اي مواعيد توصلت بها بطبيعه الحال غنشاركها معكم. صراحه كنت كنتسنى مواعيد ديال الجنسيه ولكن ما تواصل معايا حتى واحد. نتوما عارفين انا ما يمكنش نقول شي حاجه الا كنت ما متاكداش منها. راه ميم اليوم الناس اللي صيفطوا لي المواعيد كنت كنتسنى انهم يصيفطوا لي المعلومات كامله، يعني صيفطوا لي لي رونديفو، ولكن كنت باغا نعرف امتى خرجت لهم الوسطى، امتى تقيدوا في السيت، واش تخاد الموعد من طرفهم اولا من طرف المحامي. وفعلا داكشي اللي غنقول لكم كلشي بالتفاصيل، وحتى غنهضر على المواعيد ديال لي كونطرا. كنشكر بزاف ديال الدراري اللي تواصلوا معايا اللي صيفطوا لي لي كونطرا، مع ان كاين رجعوا للناس اللي كانوا عندهم الروطار. صراحه كنت كنتسنى شي رقم تيكي يكون طالع، واللي كاين المهم انهم يعيطوا للناس، لان حتى الناس مساكن اللي تعطلوا عليهم محتاجين لي رونديفو ديالهم في اقصى سرعه، لان لي باترون بداو كيعيطوا لهم بزاف على المساله ديال الروطار. لان كيما قلت لكم اي واحد تعطل بزاف يبقى على تواصل مع الباترون ديالو غير باش يعرف اون جينيرال واش باقي محتاجو، باش من يدفع الدوسي يوصل للقنصليه يكون متاكد انهم الا تواصلوا معاه راه ما غيرفضوش. لان صراحه الدراري تقصحوا بزاف، الفلوس مشات ليهم، الوراقي طلعوا نزول، ولكن في الاخر الباترون كيقول لك انك تعطلتي عليا بزاف، وبامكانه انه يرفض لك انفو يوصل لك الدوسي القنصليه وتواصلوا معاه. فحاولوا انكم تردوا البال من هذه القضيه بزاف. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش ديما يوصل جديد، واللي من اهل القناه ما ينساش لي جمال كومونتير زوينين ديالكم، هكا كتحفزوني. وشكر بزاف الناس اللي كيعاونوني لا في المواعيد لا بالنسبه للتيراج، لان اليوم كان التيراج كثير. تواصلوا معايا، شكرا بزاف. والله يسهل على اي واحد في هذا رمضان، يا ربي الله يسهل على اي واحد كيتسنى المواعيد ديالو وكيتسنى التيراج. البارح هضرت على واحد النقطه، ومن سمعوني الناس هضرت على التقييد في افاس جلوبال. فعلا اليوم مشاو وتقيدوا الحمد لله وتيسرت لهم الامور، لان انا كنت كنخاف ان بعض المرات نقول لكم شي معلومه. علاش كنوريكم؟ باش تاكدوا منها، حيت بعض المرات كتمشي شي وحده اولا شي واحد يبغي يتقيد عندهم وكيقيدوه، وكيمشي واحد اخر كيقولوا لا حق حنا ما عندناش التقييد، وكيصدق هذاك الانسان ضرب تماره. فانا كنبقى ديما نبين لكم اي حاجه بالدليل باش تاكدوا من هضرتي انها صحيحه، ماشي 100% مليون في المية. فالبارح من سمعوا الناس القضيه ديال التقييد، لان كاين اللي كيلقى المشاكل كثيره، ما كيعرفش مسكين يتقيد، اولا ما كيبغيش يمشي عند مترجم، اولا ما كيلقاش في المدينه اللي هو فيها. ما تنساوش كاينين شي مدن ما كيكونش فيها مترجم، اولا ما كيكونش فيها السيد اللي كياخذ المواعيد، فكيتعذر عليه انه يمشي لمدينه واحده اخرى لانه كيتكرفص. من الاحسن انا بالنسبه لي انك غتخلص 500 درهم على الاقل يتكلفوا لك بكل شيء، وديك الساعه تبقى نتبع الدوسي ديالك. غير هي واحد التنبيهات اللي غنقولها: الا تقيدتي راه هما كيعطيو الاو تي بي غير في حاله الا نساو انت طالب بالاو تي بي، حيت كاين واحد النسبه ديال الناس ما كيعرفوش شنو هو الاو تي بي. هذاك الاو تي بي هو باش كتبع الدوسي ديالك، واش شعلت لك الخانه بالخضر، واش الامور هي هذيك، واش مقدم ولا تم التقديم بنجاح ولا يعني خصك تعرف الدوسي ديالك فين واصل، باش في حاله الا شعلت لك البوله بالاحمر خصك تصيفط لهم الوثائق اللي هما تعذر عليهم انهم يشوفوها. فبالنسبه للمواعيد انا غنبدا معكم بالمواعيد ديال التجمع العائلي بالنولوسطى. صراحه كنت كنتسنى ديال الجنسيه ولكن ما كايناش شي اخبار، فما يمكنش لي انني نقولها. كنتسنى الناس اللي عندهم الجنسيه يحاولوا يتواصلوا معايا اللي شد الموعد مؤخرا. فبالنسبه للموعد ديال التجمع العائلي بالنولوسطى انا غنخليه لكم هنايا. واول حاجه ديروها هي شوفوا لا دات باش تاكدوا من الهضره ديالي، يعني لا دات 12 شهر 3 ديال 2025، يعني الموعد يلاه تخاد البارح. وفي افاس جلوبال يعني الموعد في الدار البيضاء بطبيعه الحال. هاد السيده عطاوها الرونديفو في 17 شهر 4 ديال 2025 مع 8:30. كنحاول ان نوريكم مواعيد. شوفوا الكاتيجوري حتى هي يعني التجمع العائلي بالنولوسطى. دابا غنعطيكم المعلومات ديال هاد السيده اللي قالتهم ليا، ولكن باش نكون معكم صريحه، نتوما عارفين انا ما كنكذبش. الموعد تخاد من طرف محامي، يعني ماشي يعني هي اللي خداتو راسها، لا تخاد من طرف محامي. وغنقول لكم المعلومات اكزاكت. بالنسبه لهاد السيده قالت لي اختي انا خرجت ليا النولوسطى في 7 شهر 2 ديال 2024 وتقيدت في 8 شهر 2 ديال 2024. كنعطيكم كلشي بالتفاصيل. منين شفنا ان القضيه معطلين بطبيعه الحال وكلنا محامي، والحمد لله
السيمانه صيفطوا ليا باش ناخذ الرونديفو. ها القضيه ديال المحامي راه كنقول لكم كاينين محاميين كيجاوبوهم في السيمانه او في 15 يوم، كاين محامي اللي كيبقى حتى شهر ونص لدرجه كيقول داك السيد انا راه الا ما جاوبونيش خلال شهر ونص غنعاود ندير اجراءات واحده اخرى وغندير. فكما قلت لكم يعني على حسب المحامين، وممكن ان القنصليه كتعزل هذا. ما تنساوش واحد الحاجه، كاين شي محامي اللي ولا عليه واحد الضغط بحال المحاميه اللي انا كنت قلت لكم، وليت كنحشم من الناس ملي كيدخلوا عندي وكيطلبوني اختي عندي ظروف عندي، انا ما نكرهش نعطيها لكل شيء، ولكن وليت اي واحد كيجي كيطلبني كنصيفط عليه في الانستغرام، لان كما قلت لكم ما يمكنش لي انني نلونسي رقم ديال التليفون في لي كومونتير، كيدخل عندي الانستغرام كنعطيها ليه. ولكن كنقول ليه راه الا المحاميه ولا عندها واحد الاكتضاد راه غتولي الخدمه ماشي هي هذيك، لان راه صعيب ان القنصليه تبقى خدامه مع محاميه وحده، راه خصها تشوف المحامين وحدين اخرين. المهم انا غير قلت لكم وصافي باش تعرفوا. المهم قالت لك في ظرف سيمانه وصلنا الميساج باش ناخذ الرونديفو، ولكن كنت كندخل وما كيتخادش ليا الرونديفو. يعني كما قلت لكم كاينين شي وحدين كيصيفطوا لهم الايميل في الجيميل، ولكن ما كيعرفوش ياخذوا اولا ملي كيبغيو يدخلوا ما كيتخادش لهم. قالت لي ولكن مشيت البارح خلصت 500 درهم وشدوا لي الموعد هما، يعني كلفات المحاميه وفعلا وصلها، ولكن ما بغاش يتخاد لها ومشات لعنده باش هما يتكلفوا لها بكل شيء. وكما كتشوفوا راه لا دات تبين لكم صحه الخبر. فبالنسبه للسيد اللي تواصل معايا اللي عنده الكونطرا ديال الخدمه، انا غنخلي لكم هنايا حتى هو الرونديفو ديالو. وشوفوا اول حاجه لا دات اللي هي 12 شهر 3 2025، عنده بني ملال، عنده الدفع في 24 شهر 3 ديال 2025 مع تسعود. والكاتيجوري كما قلت لكم عنده كونطرا ديال الخدمه. بطبيعه الحال اي واحد كيصيفط ليا المعلومات ديالو راه كندرجها بطبيعه الحال. فبالنسبه لهذا السيد عنده رقم التيكي 357,000 وتقيد في السيت في 21 شهر 4 ديال 2024. بالنسبه عندي مواعيد اخرين، ولكن رقم التيكي ديالهم 352,000 354,000 356,000 357,000 بحال هذا السيد. يعني ما يمكنش ليا نبينهم لكم كاملين، غير هما ارقام ديال التيكي للناس اللي هما ديجا نقزوهم وعاودوا رجعوا ليهم. كما قلت لكم انا فايت شاركت معكم مواعيد اللي الرقم التيكي ديالها فعلا طالع، ولكن بالنسبه لهاد الناس عاودوا رجعوا ليهم. هادشي اللي كاين عندي، يعني ما يمكنش ليا نقول لكم شي حاجه انا ما متاكدش منها وكنشوفها بعينيا. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم اي واحد يتواصل بالمواعيد يحاول انه يصيفطوا ليا. الناس كاملين اللي تعطلوا عليهم بالنسبه لي كونطرا راه كيعاودوا يرجعوا لهم. كما قلت لكم الناس ولات كتخاف من المساله ديال واش الباترون باقي باغيهم، لان يعني كما قلت لكم راه الدوسي حتى كيوصل للقنصليه عاد كيتم الاتصال بالباترون باش يسولوه واش انت فعلا باقي باغي هذا الشخص ولا لا. علاش كنقول لكم بقاو كونتاكت مع لي باترون اولا مع الوسيط اللي دبر لك في الكونطرا، باش على الاقل الا تعطلتي واحد المده تكون عارف واش باقي باغيك الباترون ولا لا. لان كنعرف الدراري كيخسروا زباله ديال الفلوس، طلوع نزول، الوراقي، المترجم، سير عند هذا سير عند هذا. يعني حاولوا انكم تبقاو كونتاكت معاهم على الاقل غير باش تعرفوا انهم واش باقيين باغينكم ولا ما تخليو حتى الدوسي يوصل للقنصليه ومن تواصلوا معاه ديك الساعه يقول لهم انا ما بقيتش محتاجه، لان فعلا تعطلوا على الدراري بزاف. الكونطرا شحال هادي راه كانت كتخرج تقريبا في ظرف شهرين 3 شهور الا طولات، ولكن حاليا ولات النولوسطه كتخرج للدري وكيبقى عام وزياده غير باش يحصل على الموعد، وما كيحصل ليه ديك الساعه يقدر الباترون يتقلب عليه يقول له ما بقيتش باغيك لانك كتعطلتي عليا بزاف. فردوا البال لهاد القضيه. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الناس الجنسيه حاولوا انكم تتواصلوا معايا، لان بالدور ديالي غنوصل للناس المعلومات ولكن تكون صحيحه. كنتمنى لكم الخير والتيسير. السلام عليكم.